لو لقيتي ورقة في كتب بنتك مكتوب فيها أنا بحبك مثلا يا سارة من زميل ليها في المدرسة، تتصرفي ازاي؟ هل هتعملي مشكلة؟ هل هتزعقي ولا هتتعاملي بهدوء وكأن مفيش حاجة؟ الحقيقة رد فعلك في اللحظة دي ممكن يحدد هل بنتك هتيجي تحكيلك بعد كده ولا تبدأ تخبي عنك كل حاجة. أول غلطة ناس كتير بتقع فيها إنهم ينسوا إن البنت نفسها غالبا بتكون مرعوبة أكتر منهم. هي ممكن تكون متوترة ومكسوفة وخايفة جدا من رد الفعل، فأول رد فعل منك لازم يكون هادي جدا حتى لو جواكي قلق. بدل مثلا ايه ده؟ مين الولد ده؟ قوليلها تعالي حبيبتي نتكلم بهدوء. الهدوء هنا مش ضعف، الهدوء أمان، ولما البنت تحس بالأمان هتكمل كلام. بعد كده اسألي انتي حاسة بإيه؟ الورقة دي ضايقتك؟ هل دي أول مرة؟ ليه الأسئلة دي مهمة؟ لأنك هنا مش بس بتجمعي معلومات، انتي بتعلمي بنتك إن مشاعرها مهمة وإن البيت مكان آمن للكلام. وبعدين مهم جدا جدا تقولي الجملة دي: انتي ما عملتيش حاجة غلط لمجرد إن حد كتبلك ورقة. ليه الجملة دي مهمة؟ الجملة دي بتحميها من شعور الذنب والخوف، لأن في بنات كتير أول حاجة بيفكروا فيها طب ماما هتفتكر إن العيب فيا. بعد ما تهديها وتسمعيها يبدأ الجزء المهم، القوانين واللي هتحطيها بكل حزم. وهنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا: التربية مش يا إما قسوة يا إما دلع، في حاجة اسمها حزم بحب. يعني تبقي واضحة جدا لكن من غير ترهيب. تقولي لها مثلا بصي حبيبتي احنا عندنا قواعد تحمينا، اي ولد يحاول يقرب بطريقة تزعجك لازم تحكيلي فورا، وممنوع تخبي عني اي رسالة او ورقة او كلام يضايقك، مش عشان اعاقبك عشان احميكي. فرق كبير جدا بين لو خبيتي عني هتشوفي وبين حتى لو غلطتي تعالي احكيلي الاول. الجملة التانية هي اللي بتبني الثقة. وكمان لازم البنت تتعلم ان مش اي كلمة بحبك تبقى حب حقيقي. الاطفال احيانا بيقلدوا اللي بيشوفوه في الافلام او السوشيال ميديا، طبعا بدون فهم. فبدل ما نخوف البنت من كل الناس نعلمها الحدود. يعني ايه حدود؟ يعني في كلام ينفع وكلام ما ينفعش، في اسرار ما ينفعش تتخبى، ولو في حاجة ممكن تخليها متوترة او مش مرتاحة لازم تقولها فورا. والمهم جدا اوعي تخلي اول رد فعل فضيحة او تحقيق، لان لو كل مرة هتحكي هتلاقي صريخ وخوف وعقاب، المرة الجاية هتروح تحكي لصاحبتها او تكتم جواها. لكن لما تحس انك هتسمعي وهتهدي وتوجهي بدون اهانة، ساعتها انت فعلا كسبتي اهم حاجة، ان بنتك لما الدنيا تضيق بيها تجيلك انت الاول. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة.